همسات رمضانية. يقول الله تعالى: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. لقد كان نبيكم صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، فوصف بأنه أجود بالخير من الريح المرسلة. الصدقة في هذا الشهر ليست مجرد إعطاء، بل هي طهارة للنفس وبركة في الرزق. لماذا نتصدق في رمضان؟ أولا، مضاعفة للأجر، فالفريضة فيه ب70 والنافلة فيه كأجر فريضة في غيره. ثانيا، تكميلا للصيام، فالصدقة تجبر ما قد يقع من صيامنا من لغو أو تقصير. ثالثا، إدخالا للسرور، ما أجمل أن يمتد صيامك ليكون إفطارا للفقير أو كسوة لليتيم أو عونا للمحتاج. فالصدقة تطفئ غضب الرب كما يطفئ الماء النار، وفي رمضان يجتمع شرف الزمان مع شرف الطاعة. لا تحقرن من المعروف شيئا ولو بشق تمرة أو سقية ماء أو كلمة طيبة. اللهم اجعلنا من المنفقين في سبيلك المتقبلين عندك.